قصة أغنية العيون السود. بليغ حمدي كان عنده مشكلة في بداية قصة حبه لوردة قبل رجوعها للجزائر، والمشكلة كانت هي أخو وردة الجزائرية. كان كل ما يروح بيت وردة في جاردن سيتي متلكك في هيئة ألحان، كان أخوها يفضل قاعد لهم. بليغ كان لازم يلاقي طريقة يقدر يعبر فيها لوردة عن حبه. راح لصديقه الشاعر كامل الشناوي لأنه بيعرف أساليب العشاق، وكان كل أصدقائه بيعتبروه مستشارهم الخاص في المسائل العاطفية، وكان بيشير عليهم بالوصفة السحرية، وكانت وصفاته ما بتخيبش. قال له بهدوء لما تقعد تسمعها اللحن اديها ورقة وقول لها أنا هعزف وانتي تقري كلمات الأغنية وتغنيها على أنغام الموسيقى. وبالفعل اداها الورقة المكتوبة وبدأ يدندن، وهي قرأت الكلام اللي كان عبارة عن رسالة غرامية، ومن نبرات صوتها وهي بتغني قدر يعرف مشاعرها. راح طلبها من أهلها بشكل رسمي، لكن والدها رفضوا وبعدها رجعوا للجزائر. غابت وردة لسنوات في الجزائر، تزوجت فيها وأنجبت أولادها رياض ووداد، ولكن بعد فترة خدها الحنين للفن، وهنا زوجها خيرها، ولكن هي اختارت الفن ورجعت مصر مرة تانية. عرض عليها بليغ أغنية العيون السود اللي كان كاتب أغلب كلماتها، وكملها الشاعر محمد حمزة برؤية بليغ، وكانت عبارة عن قصة حبهم. غنتها وردة وبعدها عرض عليها الزواج. بليغ حمدي بطبيعته مسرف جدا، والفلوس كانت تخاصم جيوبه. كان ممكن بكل بساطة يصرف في ليلة واحدة 50 جنيه بالكامل، وده كان رقم كبير وقتها. كان كريم على أصحابه وضيوفه، وعشان كده ما كانش عنده فلوس يشتري بيها خاتم الخطوبة، فراح لصديقه عبد الرحمن الخميسي وهو مهموم وحكى له القصة. وقتها الخميسي سأله ايه طبيعة الأغاني المنتشرة دلوقتي؟ بليغ قال له أغاني الأفراح. وبالفعل كتب عبد الرحمن الخميسي أغنية ما تزوقيني يا ماما، وراحوا لمها صبري وحجزوا الاستوديو عشان تسجيل الأغنية. وبليغ قبض من تلحينها 800 جنيه، وعبد الرحمن الخميسي قبض 400 جنيه. بليغ أخد أجر الخميسي زائد أجره وراح للجواهرجي فهمي الميهي في وسط البلد، اشترى خاتم ب1200 جنيه. وبالفعل راح لبيت وردة في جاردن سيتي، وده كان في يوم عيد ميلادها، وهو بيهنيها لبسها خاتم الخطوبة، وكان حاسس بالزهو والنصر وهو بيبص في عين عيلتها خاصة أخوها. أغنية الحب اللي كان للفنانة الجميلة ميادة الحناوي، كلمات وألحان المبدع الموسيقار بليغ حمدي، وده كان بعد انفصاله عن وردة. المخرج جميل المغازي وهو كان صديق مقرب لبليغ حمدي قال إن بليغ كانت نفسيته سيئة جدا بسبب انفصاله عن حب عمره وردة، واتفاجئ بتصريحات لوردة فيها تجاهل حتى لاسمه. بليغ يوميها دخل في اكتئاب شديد، وراح قعد على أحد الشواطئ الموجودة هناك في دبي ومعاه العود بتاعه، وفضل يدندن بكلمات سجلها وراه مغازي في ورق. جميل المغازي قال كنت ماشي وراه لأنه مدمر نفسيا وكان ممكن يعمل في نفسه أي حاجة. قعدت جنبه أنا وعبد الرحيم منصور ومحمد رشدي وسوزان عطية، وقلت لهم احفظوا اللحن ده والمقامات بتاعتها، لأنه كان عارف إن بليغ مش في وعيه. ليلة حزينة مرت على بليغ وقال فيها كلمات مفعمة بالمشاعر. وتاني يوم الصبح اتقابلوا على الفطار. مغازي قال له انت امبارح عملت لحن ما حصلش. اتفاجئ ان بليغ بيقول له لحن ايه. جميل مغازي وراه الورق، ورشدي وسوزان عطية قالوا له كان بيغني ازاي. مغازي قال انه دخل اوضته وغاب 3 ساعات وطلع غنى الأغنية. كلنا وقتها كنا بنبكي وهو بيغني، كانت أغنية الحب اللي كان. ميادة قالت إن بليغ استخدم صوتها عشان يقول من خلالها رسائل عتاب وغزل لوردة في أغنية الحب اللي كان. ميادة الحناوي صوت عظيم وامرأة وفنانة غاية في الجمال. اللقاء الفني الأخير لوردة وبليغ حمدي كانت أغنية بودعك، كانت أرقى أنواع العتاب وأخلاق النهايات مع قصة حب لن تتكرر. الفن اللي جمع الثنائي بليغ حمدي ووردة هو برضو السبب في انفصالهم. وردة بتقدس الحياة الزوجية وده كان من طبعها، بعكس بليغ اللي كان طول الوقت مشغول بفنه وإبداعه. زواج استمر 7 سنوات، كانوا مزيج ما بين الحب والفن والغنى. عملوا فيها فن خالد تتكلم عنه الأجيال،
ولكن وردة ما قدرش تتحكم في حب بليغ للفن اللي أخد كل وقته، وبسبب الغيرة الفنية وغيرة الأنثى على الزوج حصل الانفصال عام 1979، وكانت مفاجأة كبيرة جدا للوسط الفني والعالم العربي، بالرغم ان بعدها وردة حست بالندم، وده اللي صرح بيه الإعلامي الراحل وجدي الحكيم. أغنية بودعك جت بعد سنين من انفصال وردة وزوجها بليغ حمدي في أواخر الثمانينيات. بليغ كتب كلمات مقدمة أغنية بودعك، واللي كملها الشاعر الغنائي منصور شادي، ولحنها طبعا بليغ، وبعدها بعتها لوردة، ولما قريتها زعلت لأنها حست إن كلماتها كلها عتاب، وقالت يوميها ده بيشتمني. اتركنت الأغنية فترة من الزمن، وبعد رجوع بليغ من باريس لمصر أقنع وردة إنها تغني بودعك. كانت عارفة إن الأغنية دي هي الوداع الحقيقي لحبها الوحيد بليغ حمدي، لدرجة إنها في البروفة كانت بتنهار في البكا، وكان بليغ بيقوم عشان يهديها، ولكن هو كمان كان بينهار معاها في صمت. في آخر أيامه حس بالاكتئاب والحزن الشديد، واضطر يسافر للعلاج في باريس، ورحل بليغ عن العالم سنة 1993، وكانت أغنية بودعك هي آخر ألحانه الفنية. حكم علينا الهوى دي آخر أغنية غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي بتسجل الأغنية دي في مبنى الإذاعة. في ذلك الوقت مبنى الشريفين حاليا كانت تعبانة، وسجلت الأغنية وهي قاعدة، واتذاعت الأغنية مسجلة وليست في حفلة. بليغ حمدي نزل معاها من مبنى الإذاعة عشان يوصلها للعربية، قال لها إيه رأيك لو حطينا كورال مع الأغنية؟ كان بيقولها وهو متردد لأنه مش متأكد إنها هتوافق، لأن طبيعة أم كلثوم غير كده خالص. بصت له وقالت اعمل اللي انت عايزه يا بليغ. ساعتها رجع بليغ للإذاعة وهو مدرك تماما إن أم كلثوم مش هتغني تاني، وقد كان، وفعلا ده كان آخر عهد أم كلثوم بالميكروفون. رحم الله الموسيقار بليغ حمدي، ورحم الله السيدة أم كلثوم.